السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دلوقتي جايبة لكم طريقة عمل الممبار بطريقة سهلة جدا جدا جدا. دلوقتي أنا عندي الممبار غسلاه ومنضفاه كويس جدا جدا، غسلاه بدقيق وخل وملح وليمون ونقعف ليمون كتير عشان يطلع بالنظافة دي كلها. وهنا عندي ايه، جبت هنا عصرت طماطم بحبة مية صغيرين خالص عشان ما يبقاش فيه مية. عايزاها انا كده ايه، ناشف، يعني عايزة الخلطة تبقى ناشفة. وعندي الخضرة مقطعاه وبشرة بصلاية، وهنا حطيت حبة زيت. تمام. واحط بقى ايه، التوابل اللي عندك، توابل المحشي، ملح وفلفل اسود. تمام كده، وكزبرة وكمون. ده تمام زي ما انتوا شايفين كده. والرز انا عندي غسلاه، هقلبهم كويس عشان لازم نقلبهم كويس عشان الملح ما يركنش في حتة واحدة. تمام كده. بعد كده انا الرز عندي غسلاه وشطفاه كويس جدا وسايباه يتصفى. تمام. هقلبهم برضو كويس. هو انتوا هنا شايفين ان الخلطة ممكن تكون بيضة شوية، بس هو ده عشان الطماطم ما تسبكتش. هو ده فعلا طريقة احلى 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 يعني عمايل ممبار بالني في ني. التوابل كده بقى لسه فيه طعمها باين، الحاجات دي لسه يعني لسه ما شمش النار، فريحته بقى في السليق بتبقى فظيعة. هنا كان عايز شوية ملح، زودت له حبة ملح. تمام كده، قلبته كويس كده، الملح كده مظبوط. بس هنا بقى اوريهولكوا بيتحشي ازاي. بنفتحه كده، فتحناه وبفضل احشيه لحد ما ايه، ما احط فيه بس يبقى مبطط خالص كده زي ما انتوا شايفين كده. اعمله يبقى مبطط خالص، ميبقاش ايه منفوخ، عشان ما هو اصلا اول ما بينزل المية بيكش خالص، واي رز زيادة بينزل. تمام كده. وبنضفه كويس جدا جدا ايه من الرز، عشان الحلة اللي انا هحشي فيها ما تتمليش، اللي انا هسلق فيها ما تتمليش ايه، رز كتير. تمام كده. هو فكرته احلى حاجه فيه ان هو ني في ني، ما بياخدش وقت نهائي. يعني انتي لو غاسله في يوم وتعملي الخلطه في يوم وتسلقي في يوم تمام. هنا ده لقيته طويل شويه فهقصه. تمام كده. بص المنظر صغنطوط خالص. ده هنا كده كمان يعني اول ما ينزل الميه هيكش خالص. هتشوفوه دلوقتي عامل ازاي. ايوه كده. ما بلاقي حبه محتاج حبه رز بروح ايه، لا كمان. بصوا انا مبططه خالص ازاي، كأني مفوش عشان يبقى الرز جوه مفلفل كده. انا خلصت الكمية كلها. هنا بقى دلوقتي حطيت المية على النار، حط فيها بصل وملح وفلفل وطماطمايه وجزرايه عشان الزفورة وحبهان طبعا. تمام كده. وهنا بصوا انا هنا سايبة من هنا فاضي ومن هنا فاضي اهو. اول ما حطيته كش على طول. تمام كده. بصوا اصلا منظر الشوربة. عايزة اقول لكم بقى ان الريحة هنا دلوقتي فظيعة. بصوا هنا بقى، بصوا صغر ازاي، بصوا بقى صغير ازاي خالص. بصوا حلو ازاي قوي. هنا خرجته، قعد ساعة ونص على النار في قلب الشوربة. وهنا دلوقتي هنا هحمره. حطيت طاسة وفيها ايه زيت، وحطيت طبعا حتة سمنة بلدي عشان الطعم بقى. هنا طبعا بيتحمر. تمام. بس تخلي بالك وانتي، عشان ممكن لو في حبة مية كده ممكن ايه يقعد يطشطش. وهنا خرجته. وده احلى ممبار واسهل ممبار، وفعلا فعلا اطعم ممبار. تحفة تحفة تحفة. بالهنا والشفا عليكم. ده سيف طبعا ابني